بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. فراخنا النهارده عمر اليوم 19 في شوية تغيرات كده يا بنات. كملوا معايا الفيديو للآخر وإن شاء الله هتستفادوا. النهارده هضيف مضاد سموم على المية، هنغير العلف لتاني مرة يا بنات. احنا الأول بدينا بعلف ناعم اللي هو العلف البادي تركيز 23، وبعد كده جبنا وسط، دول 15 فرخة يا بنات. كل مرة كنت بجيب شكارة 10 كيلو، هخلص ال10 كيلو دول آخرهم النهاردة بإذن الله، وهجيب كمان 10 كيلو وسط خشن. ده الوسط يا بنات، فيه وسط خشن بيكون أكبر منه شوية وأقل من العلف الخشن. التركيز بتاعه هيكون 21% بروتين. فعشان كده النهاردة نزلت بمضاد سموم، وبكرة هنزل بمضاد سموم، يعني 3 أيام متواصلين مضاد سموم في سقوة 8 ساعات. في اليوم ال20 بأمر الله هننزل بالتحصينة بتاع الكوكسيديا اللي نزلنا بيها يوم 12، اللي بتكون يوم 12 ويوم 20. تمام. نركز في الحاجات دي عشان التحصينات يا بنات هي اللي بتخلي مناعة الفرخة عندنا قوية وتتحمل أي تغييرات في الجو. طبعا الفترة دي يوم برد يوم حر، بالليل درجة الحرارة نازلة جدا، بالنهار في حر، كمان الجو قلب فجأة. فلو الفراخ مش واخدة التحصينات بتاعتها مفيش مناعة في أي تغيير في الجو، هتلاقي كل الأمراض، إسهالات، برد، عطس، خمول، كشمة، طمسة، كل ده هتلاقيه موجود. فمن أول الدورة قلتلكم الوقاية خير من العلاج. ننزل بالتحصينات في مواعيدها، واحنا كده كده بنربي الفراخ بتاعتنا على أعشاب بكميات بسيطة يا بنات. يعني أنا ما بقولكيش، يعني أنا تقريبا من أول الدورة للنهاردة اليوم ال19 ما استعملتش بصلتين في كل الوصفات اللي أنا بعملهم دي. ممكن أقسم البصلة على يومين، وطبعا أنا بنزل يوم بوصفة ويوم بدون وصفة، اريح الفراخ يوم بحيث انها تستفاد من الاعشاب اللي انا بديها لها، وفي نفس الوقت ما تجيبش نتيجة عكسية. طبعا كل فيديو كنت بقول لكم ايه فوائد الاعشاب واضرارها لو زادت. فنخلي بالنا من الكميات بحيث ان الفراخ بتاعتنا تطلع بدون مشاكل، دورة ناجحة، باقل تكلفة واعلى وزن بامر الله. زي ما انتم شايفين يا بنات الفراخ المكان نضيف، بكنس لهم كل 3 ايام، السقايات يوميا بغسلها. طبعا الارض مش عارفه اقول لكم زودوا الفرشه او قللوها، عشان احنا اساسا يوم برد ويوم حر، يعني لسه مش عارفين، الدنيا مش راضيه تثبت. فانت عينك تكون ميزانك. لقيت الجو بالليل برد، ممكن تحطي لمبه حمراء وترفعيها، بحيث ان تحاولي على قد ما تقدري ان انت تحافظي على درجه حراره المكان. بالنهار ممكن نشيل اللمبه الحمراء لو الشمس طالعه. انت عينك ميزانك، شايفة الفراخ متجمعة في مكان واحد، منتشرة في المكان، متجمعين تحت اللمبة. كل دي عوامل بتساعدك ان انت تحافظي على درجة حرارة المكان من غير ترمومتر ولا اي حاجة. بما اننا طبعا بنربي حاجة في البيت، سواء عاملة مشروع صغير على قدك او بتربي على قد ولادك، فالاماكن بتاعتنا مش مجهزة. يعني انا كمان بربي في بلكونة يا بنات، تيار هواء رهيب، فدايما بكون واخدة بالي من درجات الحرارة، واخدة بالي من الفراخ، منتبهة لهم. الفراخ متجمعة، الفراخ ملمومة في مكان تحت اللمبة بردانين. فأنا بكون عاملة حسابي، يعني أنا النهاردة يا بنات تاني يوم العاصفة، اللي هو الفيديو هينزل لكم يوم الأربع، أنا أساسا مصوراه يوم التلات. الفيديو متصور بالليل، غيرت اللمبة البيضة دي للمبة حمراء 100، والصبح الشمس بتبقى طالعة فبشيل اللمبة الحمراء وهرجع اللمبة البيضة تاني بأمر الله، على حسب الجو. العاصفة دي معانا اليوم الأربع تقريبا أو الخميس، مش عارفة الأرصاد كانت بتقول ايه. نزلنا بالسقوة بتاعت التوم والليمون والخل والبصل والبنجر عشان نزود المناعة بتاعت الفراخ. وطبعا وصفة العلف بننزل بيها يوم ويوم، اللي هي الخميرة والحلبة، مع إضافة النشا والعسل والكركم وحبة البركة والسمسم، وكلها ربع معلقة صغيرة من بتاع البهارات. ما بضيفش كميات كبيرة خالص، ويوم ويوم إن شاء الله الفراخ الأوزان بتاعتها يعني ماشية في التحويل بطريقة ممتازة جدا، اللهم بارك. ومن أول يوم قلت لكم يا بنات، حتى لو مش هتستعملوا أي أعشاب أو أي حاجة، فلازم التحصينات تكون أساسية معاك. يعني زي الفترة دي كده الجو متقلب جدا، فلو الفراخ مش متحصنة سهل ان الفراخ تاخد اي عدوى، دور برد،
فاحنا في غنى عن كل الكلام ده، وهيكلفنا كتير لو دخلنا في اي مشكلة او اي مرض. الادوية اسعارها غالية جدا وكمان مش الاصلية. فاحنا في غنى عن الكلام ده، نحصن الفراخ بتاعتنا 3 تحصينات، اول تحصينة وتاني تحصينة وتالت تحصينة، ونمشي على مضاد السموم. وامشي على مضاد السموم عشان بعد عمر ال30 يوم فجأة كده بتدخلي تلاقي أكبر فرخ من أكبر فرخ مات. ده بيكون سبب السموم اللي في العلف. واللي بيعالج المشكلة دي مضاد السموم يا بنات. وما ينفعش ان احنا نبدل مضاد السموم بالخل. قلتلكم كده من بداية التربية خالص، مجرد ما نغير العلف لازم ان يبقى فيه مضاد سموم بيطري. وعايزة دورة ناجحة سريعة بأعلى وزن، لازم تهتمي بالنظافة، التهوية، التدفئة. ما ينفعش نكتم على الفراخ. الجو بقى برد، ما تروحيش تكتمي عليهم تقولي انا كده بحافظ على الفراخ. لا، انت كده بتضريها اكتر ما بتنفعيها. خصوصا لو بتستعملي لو مطلعه فراخك على اعشاب. الخلطات اللي بنعملها يا بنات كلها ليها ريحة نفاذة. الريحة دي لما بتكوني مكتمة فالمكان كله بتلاقيه ريحته توم، ريحته بصل، بنجر، كركديه. كل الحاجات دي ريحتها نفاذة. مع التكتيم بتعمل امراض عند الفراخ، امراض تنفسية. تلاقي عين الفرخة احمرت كده. فكل دي مشاكل ممكن تواجهك بسبب التكتيم على الفراخ. وكمان ما ينفعش نعمل فتحات تهوية الهواء بتاعها يكون مباشر على الفراخ. فكل ده حاجات بسيطة بس بتفرق جدا في الدورة. فتحة التهوية تكون أعلى من اللمبة بحيث إن الهواء لما ينزل على الفراخ يبقى نازل بدرجة حرارة المكان وما يكونش مباشر على الفراخ. احنا داخلين على أهم مرحلة في التحويل اللي هي بعد ال20 يوم. فما ينفعش ندخل على المرحلة دي والفراخ بتاعتنا عندها أي مشاكل سواء تنفسية أو معوية، إسهالات، أي أمراض بأشكالها. بعد ال20 يوم الفرخ بيبدأ يديكي أوزان. زي ما شايفين كده أنا ولا كنت مجوعة يا بنات ولا معطشة ولا أي حاجة. الفراخ البيضة بطبيعتها إن هي بتاكل وتقعد على الأرض زي ما انتوا شايفين كده. فأهم حاجة الفرشة تكون نظيفة باستمرار. بنكنس كل 3 أيام أو 4 أيام بالكتير. كل يوم بنرش رشة جير وعليها رشة نشارة خفيفة تحت النشارة عشان أنا مربية على بلاط يا بنات. فما ينفعش منها للأرضية على طول، لازم أن يبقى فيه شكاير أو حاجة سميكة بحيث ان الرطوبة ما تبقاش مباشرة على رجلين الفراخ. الرطوبة اكتر حاجة ممكن تعمل كساع عند الفراخ. ضايفين السمسم للوصفة بتاعتنا بتاعت التسمين من اول يوم تقريبا. السمسم كمية كالسيوم رهيبة، بيقوي عظم الفراخ. خلطة التسمين بتاعتنا كلها حاجات بسيطة جدا وبننزل بيها بكميات بسيطة جدا جدا وبتغنينا عن أدوية كتير. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا ويعدي العاصفة دي على خير. الفراخ البيضة بتكون مناعتها ضعيفة جدا يا بنات. في اي تغيير في الجو لو انت مش منتبهة واخدة بالك وبتتصرفي فورا مجرد ما تلاقي فيه مشكلة ممكن لا قدر الله تلاقي موت مفاجئ. فنخلي بالنا. تربية الفراخ سهلة جدا بس محتاجة شوية اهتمام. دي كانت اهم النصايح للفراخ عمر 19 يوم مع تقلبات الجو. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والاشتراك وقولولي في الكومنتات انت عندكم فراخ عاملة ايه في الحر او البرد اللي احنا فيه ده. ولو عندكم اي نصايح زيادة يا بنات سيبوها في الكومنتات، كلنا بنستفاد من بعض. وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا. انتظرونا في فيديو اليوم ال20 هوريكم العلف اللي احنا هنجيبه جديد بأمر الله ونوزن مع بعض الفراخ. مع السلامة.